يا صباح الخير والتفاؤل والنشاط، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هتشاركوا معايا يوم من ايامي في فتره الامتحانات. خلاص كلها كام يوم والامتحانات هتبدا، وفي كمان كتير من اخواتي بيمتحنوا دلوقتي، فربنا معانا كلنا يا رب. هقول لكم كمان على شويه نصائح بمشي عليها في الفتره دي عشان انجز اكبر عدد ممكن من المذاكره والمراجعه واخش الامتحانات مستعديه للامتحانات واجيب التقدير اللي نفسي فيه. فيلا بينا على الفيديو على طول. اول حاجه بتواجهنا في الفتره دي سوء اداره الوقت المتبقي. نخلي في عقلنا دايما لو قدامنا اسبوعين هنقدر نعمل حاجه، لو الامتحان بعد بكره هنقدر برضو نعمل حاجه، بس نخلينا هاديين وما نقولش ده احنا مش هنلحق، ده احنا مش هنخلص. عشان كده بندي لعقلنا ان احنا مش هنخلص. دايما نكون واثقين في نفسنا ان احنا هنقدر نعملها، هنقدر نخلص الكم الكبير من المذاكره ده. ما نخليش التوتر والخوف يسيطروا علينا، لان مش هنعرف نعمل اي حاجة ومش هنقدر ندير وقتنا الباقي ده بشكل كويس. خلصنا اول مهمة، هخش على تاني مهمة. المهمة دي تقيلة شوية فهاخدها، اما اخر مهمة البسيطة دي هخليها لاخر اليوم. فهخش على المهمة دي، يلا بينا نتسجل. المهمة دي كانت من المهمات التقيلة قوي، يعني كانت اخدت مني حوالي ساعتين ونص. كان الفصل فيه رغي بطريقة رهيبة، يعني كان رغي كتير جدا جدا جدا، وعقبال ما جمعت كده المعلومات كان خد مني وقت. يعني المهم عايزة اقول لكم حاجة، ان احنا في الوقت المتبقي ده ايا كان لازم نكون مخططين ليومنا بشكل كويس. لازم تكون الاولوية الاولى والاخيرة في يومنا ان احنا نحصل اكبر قدر من المعلومات والمذاكرة. ننسى كل الارتباطات في الفترة ديت، ننسى كل المناسبات، ننسى كل حاجة مهم، يعني ننسى حياتنا الاجتماعية كده مؤقتا، ونحاول ان احنا نكنسل اي حاجة بتسرق وقتنا واحنا مش حاسين. نبعد اي تشتتات عنا الفترة دي.